السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهاردة فستان سواريه كده بيجاميه مع بعض بكل سهولة وبساطة، وان شاء الله يكون سهل عليكم. ولو في اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. هو من فوق كافيار ومن تحت ستان. اول حاجة هنا انا جايبة 3 متر ونص ستان. آه، هنعمل فيه كالونات وكشكشة كمان، وبيكون مديكي واسع جدا زي الدبل كلوش. ما تكبريش عن كده، بيبقى حلو غير لو بقى عروسة بتكون عايزة دبل كلوش. لكن ده ما شاء الله طالع زي الدبل كلوش بالظبط وحلو، وهيكون جميل معاكي، والجوميه بيديكي نفشة وبيديكي النتيجة اللي انتي عايزاها. اول حاجة الجيبة انا هعملها من 3 متر قماش بالظبط، مش هكتر عن كده. يعني 3 متر قماش انا هطلع منهم الكلوشة اللي تحت، وكبيرة وواسعة جدا وزي ما بنقول هو ده بقى التحدي، ان احنا ازاي هنطلعه. وهنعمل كشكشة في الوسط كمان من 3 متر قماش. هنا بس لان انا هنا جايبة قماش كتير شوية، علشان هنا الام هتعمل هي والبنوتة بتاعتها فستان يعني، فجايبين قماش كتير. فعشان كده انا قصيت الاول كده ال3 متر بتوعي اللي هو انا عايزاهم من الجيبة بتاعتي. ما تنسوش يا جماعة، اللي يعجبه الفيديو بيستفاد من القناة يعمل لايك ويدوس اشتراك ويكتب لنا كومنت حلو علشان تشجعوني ان انا استمر. لان بصراحة يعني التفاعل على القناة ضعيف جدا، وساعدوني ان القناة بتاعتي تتفعل لان هي لسه فعلا ما اتفعلتش. فربنا يصلح الحال كده وكلنا نفيد بعض، واللي يقدر على حاجة ما يبخلش بيها على التاني بإذن الله. هنا كده خلاص انا قصيت ال3 متر، انا بس كنت بظبط القماشة بتاعتي. قصيت ال3 متر بتوعي، هطبقهم كده بقى على بعض بالعرض. يعني البورصل على البورصل، يعني هخليها متطبقة متر ونص ومتر ونص. تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نساوي بس القماشة كده. نوع القماشة دي ستان صالونة، المتر فيه ب65 جنيه. بعدين هطبق بقى كده، بعد ما طبقتها على الاتنين باخد الجزء المقفول وبطبقه كده 7 وبجيبه على الجزء المفتوح. ايوه كده تمام. اهو هجيبه على الجزء المفتوح. وظبطي بس اهم حاجة كده القماش بتاعك علشان يكون متساوي معاكي وما يطلعش الكلوش معاكي مش مظبوط. اوقات كتير في ناس بتكتب لي وتقول لي ان مثلا الكلوش ما طلعش مظبوط، في ناحية طويلة وناحية قصيرة. يا اما من المقاسات اللي انت بتكوني واخداها ما بتظبطيش المزورة بتاعتك في مكان ثابت وبتلفي بيها كويس، يا اما ان القماش بيكون مرحل منك وانت مش واخدة بالك. يعني الاربع طبقات كده مش مظبوطين على بعض، وبالتالي انت لما بتعملي في طبقة جوه انت مش شايفاها، هي دي اللي ممكن ترحل معاكي وتعمل ان يطلع جنب طويل او جنب قصير او الكلام ده. كده خلاص، بعد انا ما عملتها ما ظبطتها بسوي فيها كده وبتأكد ان هي تمام مظبوطة. انا هبدأ ان انا احط المزورة بتاعتي وهظبط بقى المقاسات بتاعتي. طبعا احنا عارفين ان احنا لو عايزين نعمل في الوسط كشكشة، انا مش باخد الاول الوسط، لا انا باخد الاول طول الجيبة بتاعتي وبعدين بظبطه. يعني باخد طول الجيبة بتاعتي، وليكن طول الجيبة عندي 104، فانا هاخد ال104 سنتي. وبعدين كل اللي بيتبقى بقى انا بعمله في الوسط، طبعا بيكون اوسع من الوسط اللي انت طالباه. يعني مثلا انا لو الوسط عندي 100 انا بعمل 23، لان احنا بنقلل شوية لان الوسط لما بنعمل فيه دوران كده بيطلع معاكي كبير. فاحنا بنقلل 2 سنتي، بنقسم على 4 وبنقلل 2 سنتي. فكده خلاص انا خدت طول الجيبة عندي 106 سنتي. ده كده مقاس الوسط بتاعي المظبوط. شايفة فيه فرق قد ايه؟ فرق الوسط المظبوط من الوسط التاني. كل الفرق ده يا اما ان انت هتعمليه كالونات او بتعمليه كشكشة، مش يعني زي ما تكون القصة معاكي. وهي دي هنا بقى التركة، ان هي الحاجة تطلع معاكي واسعة وتطلع معاكي فيها كشكشة وب3 متر فقط قماش.
انا كده بقى هظبط المزورة بتاعتي فوق خالص عند البوزة اللي هي السبعة دي، علشان الكلوش يطلع معاكي كله حتة واحدة وما يطلعش معاكي طويل وقصير. وهبدأ ان انا الف بيه المزورة بتاعتي. هاخد بقى كده عند طول، طبعا انا عارفة طول الجيب، انا شفت عند النقطة اللي انا حطاها كده طول الجيبة بتاعتي قد ايه، وبعدين هبدأ ان انا الف بالمزورة بتاعتي علشان اخد الدوران بتاع الكلوش. تمام كده، ده الكلوش بأسهل طريقة، وان انت تعملي فيه كشكشة. وده كده هيطلع معاكي مع الجوميه، هيطلع ان شاء الله زي الدبل كلوش، مش هتفرقيه كتير عن الدبل كلوش بإذن الله. خصوصا لان بصراحة في ناس كتير بتبقى حاسة ان الدبل كلوش اوفر شوية، خصوصا يعني لو هي مش عروسة. لكن لو عروسة طبعا اعملي دبل كلوش بيكون كويس. فكده خلاص انا قصيت الوسط اهو، هنقص بقى الكلوشة اللي تحت، وان شاء الله كده الجزء بتاع الجيبة يكون خلص، الجيبة اللي تحت. طيب اهم حاجة هنا في الجزء ده، في حاجة مهمة، ان انا اعمل الجوميه قد الكلوش بتاعي بالظبط، يعني قد الجزء بتاع الجيبة كده بالظبط، ما يكونش فيه فرق خالص. علشان هعمل بس هنا كده فرطة عشان دي الوسط بتاع الجيبة، اكون عارفة برضو وانا شغالة. ده بقى الجزء اللي فاض اهو من القماش من الجزء بتاع الجيبة، هنطلع منه الكمام. هنقلب بس كده، طبعا هتشوفي معايا هنا ان في جزء كده طالع تحت، طالع نازل لتحت، وهتقولي لي الكم او القماشة مش متساوية. هقولك لا، هنسويها وهنظبطها مع بعض، لان كده كده كل الجزء اللي نازل لتحت ده طالع معاكي، بيطلع معاكي هيطلع معاكي في راس الكم والجزء ده، فكده كده مش هيفرق معاكي ان شاء الله. انا بس كده بقلبه علشان اكون شايفة الجزء اللي نازل لتحت وهيوفي معايا طول الكم ولا لا. ما تشغليش بالك خالص بالحتة دي، لان زي ما قلتلك هي كده كده هتطلع في سقوط الكم. انا هاخد من عند الجزء ده طول الكم اللي انا عايزاه، مثلا انا عايزة الكم طوله 60 سنتي، انا هاخد 60 سنتي وهشد الخط بتاعي، وتجاهلي خالص الحتة اللي هي نازلة لتحت دي، لان كده كده هتنزل معاكي. بصي اهو في سقوط الكم، سقوط الكم هيكون اكتر منها، احنا عندنا سقوط الكم 11 سنتي و12 سنتي، فكده كده هيكون اكتر منها. وكمان الجزء اللي فوق ده هنعمل منه الكم المنفوخ. وبرده ما تشغليش بالك، لان الكم المنفوخ هتشوفي قصيته دلوقتي، انا مش هحتاج الجزء اللي هو المقصوص ده في اي حاجة خالص. كده خلاص انا هاخد بقى محيط الكم بتاعي، محيط الكم عندي 23 سنتي، 23 سنتي نصهم 11 ونص سنتي. عملت خط بالطول وباخد خط كده بالعرض وبنزل بيه معوج، وببدأ ان انا اخد نص سنتي، نص سنتي، وبطلع بدل ما تطلع عند راس الكم العادية، لا هطلع عند راس الكم اللي هي زيادة 10 سنتي فوق، لان ده كم منفوخ. ولو خدتي بالك من رسمة الكم، انا ما جيتش بقى خالص اهو ناحية الجزء اللي يعني طالع من الكلوش او ناقص من القماشة. ركزي معايا، ان شاء الله لو عملتي بالطريقة دي هتوفري جدا في القماش، والحاجة هتطلع معاكي مظبوطة وكويسة. واللي ممكن تطلبي فيه 5 متر و6 متر، لا هيطلع معاكي من 3.5 متر. كده خلاص انا طلعت الجيبة من 3 متر، اللي هو الكلوش اللي تحت من 3 متر والكمام، يبقى باقي لي بقى الصدر هطلعه من نص 1 متر. وهو ده التحدي، ان احنا طلعنا الفستان كامل من 3 متر ونص ان شاء الله. كده خلاص انا قصيت الكم بتاعي اهو، هعمل بس كده فرطة عند بداية الكشكشة، علشان وانت بتقفلي على المكنة تكوني عارفة انت هتبدأي كشكشة بتاعتك منين، ويكون سهل كده وبسيط عليكي في تقفيل المكنة بإذن الله.
كده خلاص انا بشوف القصاقيس ممكن تجيب معايا كمان الظهر بتاع الفستان ولا لا، بس لقيتها صغيرة، فخلاص تمام مش مشكلة. هاخد بقى نص متر من القماش الباقي علشان اطلع منه الصدر. هنا بس اول حاجة قبل ما ادخل على الجزء بتاع الصدر هقص الجوميه. انا جايبة 3 متر جوميه، هقص الجوميه بتاعي على الكلوش اللي انا قصيته بالظبط. بتطبقيه برضو كده على بعض على بعض مرتين، وبتاخدي الجزء المقفول على الجزء المفتوح، وما بتعمليش حاجة غير ان انت بتاخدي الجيبة اللي احنا قصيناها دي وبتقصيها عليها بالظبط. تمام، هنقص زيها بالظبط، لا اكبر منها ولا اصغر منها ولا اي حاجة خالص، نفس المقاس نفس كل حاجة، نفس الدوران اللي تحت نفس دوران الوسط، علشان تطلع معاكي مظبوطة وما تحتريش فيها. اظبط بس كده برضو الجوميه بتاعك علشان يكون مظبوط وما يبوظش معاكي الفستان، او يطلع الفستان معاكي فيه جزء مش زي جزء ولا حاجة. ظبطي الجوميه كده، هو بيتعب شوية وبيكون مرحل شوية، بس يعني اصبري عليه وان شاء الله هتاخدي احسن نتيجة باذن الله ان شاء الله. هنا كده خلاص انا ظبطته اهو. هبدأ ان انا اجيب الجيبة بتاعتي وهحطها عليه وهقص زيه بالظبط ان شاء الله من غير اي اختلاف. وطبعا ده احنا هنعمله منفوش وكبير، ان شاء الله لو لقيت تفاعل كويس على الفيديو هنزل لكم التقفيل بتاعه باذن الله على المكنة. لو حابين ان انا انزل التقفيل على المكنة اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا انا هنا ما نزلتش التقفيل لان كده الفيديو كان هيبقى طويل جدا، فما حبيتش ان انا اطول زيادة عن اللزوم، غير لو انتوا طلبتوا التقفيل بتاعه والنتيجة النهائية ان شاء الله هنزل لكم الفيديو باذن الله بتاع التقفيل. كده خلاص انا ظبطت اهوت الكلوش على الكلوش بالظبط، وظبطت كل حاجة فيه من تحت ومن فوق، وهبدأ ان انا اقص عليه بالظبط. انا بس عمالة اظبط فيه كده واريح القماشة علشان ما يكونش فيه حاجة موقفة معاكي وتطلع مش مظبوطة. هقص بقى عليها بالظبط كده نفس زي ما قلتلك، نفس الدوران اللي تحت اهو، نفسه كله زي كل حاجة فيه، علشان لما نيجي نقفله مع بعض ما ي... ما يلفش منك وما يكونش فيه جزء اقل من جزء ولا اي حاجة خالص. وبرضو نفس الوسط اهو مع بعض، هيديكي احلى نتيجة باذن الله، اي النتيجة اللي انت تحبي ان انت تشوفيها. وزي ما قلت لكم اللي حابب ان انا انزل له التقفيل بتاع الفستان والشكل النهائي للفستان يكتب لي كومنت حلو كده ان شاء الله، وان شاء الله هنزل لكم التقفيل بتاعه. كده خلاص احنا خلصنا الجيبة وخلصنا الكمام من ال3 متر. هبدأ ان انا اطلع بقى الصدر بتاعي من الصدر من الفستان، من النص متر اللي فوق، اللي هو النص متر الزيادة عن ال3 متر. هو العرض هيجيب معاكي العرض بتاع الزبونة وتمام ان شاء الله هيكون كويس. هنظبط بقى كده النص متر بتاعنا وهناخد منه المقاسات اللي احنا واخدينها. طبعا يا جماعة برضو هنا انا مش بعمل استنباط كاملة، لا انا بعمل لكل زبون بمقاسه. انا خدت محيط عرض الرقبة 8 سنتي، خدت عرض الكتف 20 سنتي، خدت كده كذا نقطة عند ال20، خدت سقوط الكتف 3 سنتي، خدت نزول الجيرو 23 سنتي. هاخد الصدر عندي ربع دوران الصدر 27 سنتي، بيطلع كده 7 سنتي، وببدأ ان انا اعمل الدوران بتاعي. لو انتي ايدك مش واخدة على الدوران هاتي الريجة بتاعة دوران الكم، مفيش مشكلة هتسهل عليكي جدا. باخد من اعلى نقطة كده في الكتف، باخد طول الظهر بتاعي اللي هو 41 سنتي، وانا بعمله 43 عقبال ما بتصفي معاكي خياطات. ده كده دوران الرقبة، ده كده الكتف. خدت محيط الوسط 24 سنتي. كده خلاص انا قصيت يعتبر الامام، انا ما قصيتش كده على ال4، انا قصيت الامام فقط. وهرجع احطه، هنرفع بس كده من الجنب حوالي سنتي من الجنب علشان ما يكونش الفستان
نازل معاكي كده من الجنبين. انا كل ده يعني قصيت الامام فقط علشان احاول اجيب الخلف من الجزء اللي طالع من الكلوش. يعني انا بجرب هنا معاكم، فما جابتش الحتة بتاعت الكتف الاخيرة دي. كده بقى هرجع للجزء اللي باقي من النص متر اللي هو كان باقي من الامام، وهقص عليه بقى الخلف. وطبعا هنا انا بس بقص البرسل، هسيب زيادة للسوستة، يعني هسيب عن الامام زيادة سنتي واحد للسوستة، علشان هركب فيه سوستة من الخلف. اتمنى يكون كده بفيدكم وتكون الحاجة سهلة وبسيطة عليكم، وما تستصعبيش حاجة. ان شاء الله استعيني بالله وكل حاجة هتبقى سهلة، وامشي خطوة خطوة كده مع الفيديو. كده من 3:30 اهو طلعنا الفستان الدريس، وما شاء الله نتيجته حلوة جدا وجميلة، وربنا يوفقنا ويوفق الجميع لما يحبوه ويرضاه يا رب العالمين. هنا ده الامام، هعمل بقى التعديلات بتاعه الامام بتاعتي. هاخد كده من حردة الجيرو حوالي سنتي، ما باخدش حاجة من الكتف خالص، انا باخد بس من عند الحردة كده. وخدت نص سنتي كده من الكتف، وخدت نزلت 9 سنتي، وخدت دوران الرقبة، نزول سقوط لتحت. كده خلاص هبدأ ان انا بقى اقص الكافيار على الفستان، على الصدر بتاعي وعلى الكمام، علشان هو الفستان من فوق النظام ان هو فيه كافيار، يعني فيه قماشة كده من فوق. تمام. هنا بس كده هاخد الحزام، علشان الحزام تقريبا الموديل ده الحزام بتاعه في نفس يعني في نفس لازق في الفستان. هاخد بس كده جزء من الحزام اللي هو الجزء اللي انا قصيته للحزام، هعمل منه الكولا، وده الجزء بتاع الحزام. كده خلاص تقريبا احنا خلصناه كله مع بعضه، مش باقي غير ان احنا هنقص على الصدر بتاعنا من نفس القماش بقى اللي هو بتاع الكافيار. هقص نفس المقاسات ونفس كل حاجة، مش بتزودي ولا بتقللي، هو نفس المقاسات. اتمنى كده تكون الحاجة سهلة وبسيطة عليكم، وما يكونش في حاجة انتوا مش فاهمينها. لو في حاجة انتوا حابين نعملها مع بعض، حاجة معينة وحاجة مخصوصة، اكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا البي طلباتكم. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي القناة متنوعة، ما فيهاش يعني فيها من كل حاجة، فيها ملايات، فيها حاجات سواريه، فيها حاجات للعيد، فيها حاجات اطفال. على قد ما اقدر بحاول اشكل لكم بحيث ان انتي تكوني ملمة بكل حاجة، تكوني ملمة بكل حاجة في الخياطة. مفيش حاجة مثلا ان شاء الله تقف قدامك، ولو في حاجة انت مستصعباها او كده استعيني بالله. هاتي الفيديو اتفرجي شوية ووقفي لحد الحاجة ما تظبط معاكي. كلنا في الاول كنا كده، وكلنا في الاول كانت الخياطة صعبة علينا، وكنا مش بنعرف نخيط. مفيش حد يعني اتولد ان هو بيعرف يخيط كده او بيطلع احسن شغل من اول مرة. كلنا بنتعب، وكلنا بناخد مجهود عقبال ما بنوصل للي احنا عايزينه. استعيني بالله وما تيأسيش، و... وابدأي يعني خدي خطوة كده وابدأي. ابدأي حتى بنفسك، وابدأي زي ما قلتلك، زي ما قلتلك وبقولك دايما، ابدأي بنفسك وبالأقارب من الدرجة الأولى. حتى لو الحاجة باظت هم هيتحملوكي. أنا ياما بوظت القرايبي، مش هقولك لأ، ياما اتعلمت فيهم. يعني حاجات كتير كوميدية كده كانت بتحصل. وكنت لحد ما الحمد لله وصلنا واتعلمنا، ودلوقتي بقينا بنعلم كمان، اللهم لك الحمد. فعقبالكم جميعا كده يا رب ان شاء الله ما تتعلموا وتوصلوا للي انتوا عايزينه. ما تنسوش اللي استفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة. انا مش هعمل حاجة غير ان انا هقص على الصدر هقص على الصدر ده اللي احنا قصناه، هقص عليه الصدر من الكافيار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله انتظروا الفيديو بتاع التقفيل، هنزله لكم باذن الله قريبا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.